بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حلقتنا النهارده سؤال مهم جدا بيشغل بال كل الستات، وهو عن انذار الطاعة. كتير من الستات بيتخيلوا ان الزوج ممكن يعمل انذار طاعة ويقدر يروح يجيب الشرطة او البوليس ويجر الست من شعرها على مسكن الزوجية زي ما بيقولوا كده. لكن الكلام ده مش حقيقي وملوش اي علاقة بالقانون ولا ليه اي صحة في الواقع. انذار الطاعة مجرد انذار الزوج بيعمله عشان ينزل الزوجة يا اما ترجع لمسكن الزوجية، يا اما بالحق ده لو ما رجعتش مسكن الزوجيه يبقى مش من حقها ان هي تطالبه بالنفقه. وفي الحاله دي من حق الزوجه ان هي في خلال 30 يوم من اختارها بالانذار ده انها تعمل دعوى اعتراض على انذار الطاعه تثبت فيها ايه الاسباب اللي بتمنعها من الدخول في طاعه الزوج، وفي الحاله دي بيكون من حق الزوجه الحصول على النفقه مره تانيه. لكن مفيش اي اجبار على الزوجه انها ترجع مسكن الزوجيه، مفيش اي قدره قانونيه ان الزوج يجيب شرطه ويجبر الزوجه ان هي ترجع مسكن الزوجيه. الكلام ده انتهى من العصر الحجري. مفيش النهارده اجبار على الزوجه انها تروح مسكن الزوجيه غصب عنها، ولا الشرطه تقدر تاخدها بالشكل ده. وبالتالي انذار الطاعه هو امر متعلق فقط لا غير بالنفقه، وبمجرد ما يتم الاعتراض عليه بيرتد للزوجه حقها في الطلب النفقه مره ثانيه.